السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه يا اجمل متابعين في الدنيا؟ هنعمل بقى مع بعض كده ان شاء الله جاتو شاتو بطريقة جميلة جدا وبالطين بس، يعني بالطين 2 بس، والطعم زي الجاهز ويمكن كمان اجمل من بره بكتير، وكيكة هشة وجميلة وبطريقة مفيش اسهل من كده، ومكونات برضو سهلة. وزي ما انتم شايفين بقى كده اهي القطعة، بص بتاعت الجاتو عاملة ازاي، هشة وقطعة كبيرة مش صغيرة وحلوة قوي. وبص بقطع منها قدامكم ومش بتتفرفط معاكم، وحاجة خيال، يعني حاجة كده جميلة جدا وهتحبيها. زي ما انتوا بقى شايفينها كده، يعني بوريها لكم اهي من كل جنب، هشة وماسكة نفسها وجميلة وجميل يعني، وحاجة الطعم كده طعم حلو قوي قوي. خلاص بقى على كده، يلا بقى نجيب الخلاط ونحط فيه كوباية سكر، وبعدين كوباية لبن دافي، حطيه يعني ايه بالدسم بتاعه ما يجراش حاجة، كوباية لبن دافية، وهنضربهم بقى ايه كويس جدا في الخلاط لحد ما السكر يدوب تماما، علشان ما يبقاش ايه السكر مخرفش كده في قلب ايه، في قلب الكيكة. خلاص كده حبايبي، زي ما انتم شايفين ان هما ما شلتش الخلاط. خلاص بعد بقى ما ضربناهم كده تمام، بعد كده حطينا عليهم ايه نص كوبايه كاكاو خام، ويا ريت بقى الكاكاو الخام ده كمان يكون ايه اسباني، عشان بيفرق في الطعم خالص، ما بيبقاش فيه كده شوائب وما بيبقاش طعمه مش حلو، لا ده بقى الاسباني بيدي طعم خطير خطير خطير. وهنضربهم برده كده في الخلاط مع بعض لحد ما يتجانسوا كده كلهم مع بعض. خلاص يا حبايبي، بعد كده حطينا ايه بقى، 3/4 كوبايه زيت، والزيت ده بقى هيكون ايه زيت ذرة، علشان ايه، علشان برضو زيت الذرة بيدي طعم حلو قوي ونضيف. برضو هنضربهم تاني في الخلاط، يعني كل حاجة كده من اللي انت بتحطيها اضربيها دقيقتين 3 هتلاقيهم كده كلهم ايه اتجانسوا مع بعض واتضربوا تمام تمام. خلاص يا حبايبي، الخليط بقى خدنا بقى منه كوباية وسبناها ايه على جنب، عشان ايه هتشوفي بقى بعد كده احنا هنعمل فيها ايه. وباقي الخلاط، باقي الحاجة اللي في الخلاط هنسيبهم مع بعض. خلاص يا حبايبي، وهنعمل ايه بقى، وهنحط عليهم ايه البيضتين، يعني بعد ما خدنا بقى منهم كوبايه الخليط هنحط بقى عليهم البيضتين ومعلقه فانيليا صغيره، هنضربهم برضو تاني كده مع بعض. والبيض بقى قبل ما تحطيه برضو في الخلاط لا اضربيه بقى يعني افتحيه بره وشوفيه كده عشان ما تبقاش فيهم بيضه ايه مش حلوه، بيضه تبوظ الدنيا كلها. خلاص يا حبايبي كده اهم دقيقتين 3 وانا اهو شغاله بالخلاط قدامكم كله كده خلاص بقى اتجانس مع بعض. احنا الاول شلنا الكوبايه ايه بتاعت الخليط بعد كده ايه حطينا البيضتين على نفس الخلاط، الحاجه اللي كانت في الخلاط وكانت عليهم معلقه فانيليا، جبنا بقى البوله وصبينا فيهم بقى اهو خلاص الحاجه. خلاص حبايبي، هنعمل ايه بقى، رشينا عليهم معلقه رشينا عليهم معلقه قهوه سريعه الذوبان. معلقه القهوه بقى دي بتدي طعم ليها جميله جدا جدا جدا، يعني بتخلي طعمها يروح في حته تانية خالص. خلاص يا حبايبي، وبعد كده بقى ايه جبت بقى انا كوبايه الدقيق وحطيت عليها رشه ملح صغيره مع كيس البيكنج باودر، او انا برضو حطيت كيس البيكنج باودر في البوله، وحطيت بعد كده اللي هي كوبايه الدقيق وذره الملح او رشه الملح الصغيره ونخليهم عشان تدخلي فيهم الهواء. خلاص كده اهو بصوا بيبقى ازاي في المصفى كده شوائب، لازم كده ننخل الدقيق علشان ايه لما يبقى فيه شوائب بتطلع كلها كده، ما يبقاش الحاجه معاكي ايه متكتله كده. قلبيهم بقى كده بالمعلقه، ما تقلبهمش بقى خلاص بالمضرب، لا احنا ايه عملنا الحاجات دي كلها في الخلاط، خلاص اضربيهم بقى مضرب سلك او بمعلقه او ايه او مضرب سيليكون لحد ما الخليط ده كله يتجانس معاكي. لميهم بقى من الجوانب كده برضو عشان ما يبقاش فيه كده حاجات في الجوانب. خلاص كده حبايبي اهو لميت انا بقى كله من الجوانب، وشايفين بقى بصوا الخليط عامل ازاي، يعني لا متكتل ولا برضو جامد ولا سايل قوي، يعني بصوا الخليط قدامكم حلو قوي قوي. كنا احنا بقى محضرين ايه صينيه ودهناها برضو معلقه زيت ذره برضو وحطينا عليها معلقه دقيق. انت بقى لو عايزه تحطي برضو معلقه كاكاو خام في قلب الصينيه من تحت عادي جدا، بس انا حطيت ايه معلقه دقيق، ونزلت بقى بالخليط كله في الصينيه
وبعد كده مسكت بقى الصينيه ايه، يعني بصي الخليط كله اللي في الخلاط انزلي بيه. بعد كده بقى ايه، يعني هزي الصينيه كده او ضربيها ضربتين كده صغيرين عشان كله ايه يتساوى مع بعضه. نكون احنا بقى مولعين ايه الفرن البوتاجاز على درجه 180، على درجه 180 قبلها يعني بربع ساعه، ونحطيه بقى على الشبكه اللي في النص، وما تروحيش جنبها خالص خالص الا بعد 20 دقيقه. يعني التلت ساعه دي بعد ما تخلص تروحي بقى ايه تختبريها. وهتختبريها بقى ازاي؟ ما تفتحيش الفرن كده على الاخر، تخلي الفرن كده مواربه، واختبريها بالخله. لو الخله بقى طلعت معاكي كده نظيفه يبقى كده خلاص. خلاص كده حبايبي. وما تروحي زي ما قلت لك كده، ما تروحيش عندها خالص الا من بعد خالص ما ايه، ما نعمل ان نشوفها كده ان هي استوت خالص على الاخر. يلا بقى نعمل مع بعض بقى الكريم شانتيه. هنجيب كوبايه كريم شانتيه خام، او لو انت عندك كيس جاهز برضو عادي جدا. هتحطي عليه نص كوبايه ميه ساقعه متلجه، يعني الميه الساقعه دي متلجه جدا. ليه بقى؟ عشان تتفاعل مع الكريم الشانتيه دوت، وايه وتلاقي ايه اديت لك الفوليوم على طول العالي والكلام ده. وحطينا كمان عليه ايه معلقه لبن بودر. يعني كل دول بقى حطيناهم فين، في بوله لوحدها عشان نضربهم ونعمل ايه الكريم شانتيه. يبقى زي ما انا قلت لك كده كوبايه كريم شانتيه، وهنحط عليها نص كوبايه ميه ساقعه عشان الكريم الشانتيه ده خام. وحطيت انا كمان عليهم ايه بقى نص كوبايه سكر عشان ده كان خام. انت لو كيس زي ما انا قلت لك كده مش هتحطي عليه سكر طبعا. يبقى هو الكيس على ايه نص كوبايه الميه الساقعه وبتاع دي، ومعلقه اللبن البودر. هتضربي بقى بيهم بقى بالمضرب لحد ما ايه تتضاعف قدامك الكميه، والدنيا معاكي ايه تبقى فوليوم العالي كده واتضاعفت. يعني بقى كده حاجه ايه جميله جدا، هش كده بقى وبقت حاجه عاليه جدا. حطينا بقى عليهم ايه معلقه كمان من الخليط اللي احنا كنا شلناه في الكوبايه، عشان يديكي ايه بقى، يديكي اللون الاوف وايت اللي هو بيكسر ايه سن الابيض الجامد ده. يعني معلقه الخليط اللي احنا ده عملناه دوت بيكسر سنه الابيض، بيديك اللون الاوف وايت، يعني ايه الابيض اللي هو غامق السنه، بتبقى جميله جدا. خلاص يا حبايبي اهي كده بقى كانت الكيكه كمان استوت. حطيت الخله قدامكم اهو بعد التلت ساعه، زي ما قلنا ما تقربلهاش الا بعد تلت ساعه. الخله بقى حطيها كده في العرض وفي الطول وفي الجنب ومن النص، واختبريها كويس جدا. لقيتيها لسه ما استوتش سيبيها سنه تاني. بعد كده بقى هنعمل فيها ايه، هنغزغزها بس كده كلها، كل الكيكه، عشان هنعمل بقى حاجه جميله كده قدامكم تدي للكيكه ايه طراوه. خلاص يا حبايبي كده ايه غززناها كلها. كنا احنا جبنا بقى ايه نص كوبايه لبن، وحطينا عليها معلقه كاكاو خام، واخده بالك؟ يعني معلقه كاكاو خام مع نص كوبايه لبن. رش بقى على الكيكه دي، وايه يعني معلقه معلقه، ما ترشيش الكوبايه كلها، لا تشرب منك وتحطي تاني. بعد ما تشرب حطي تاني عشان ما تعجنش معاكي بقى. هي كده احنا بنقول عشان تديها طراوه، لكن ايه ما تدلقوهاش كده كلها مره واحده علشان ما تعجنش معاكي الكيكه. خلاص كده حبايبي اهي نص كوبايه اللبن ومعلقه الكاكاو الخام اللي احنا عملناها ديت ورشيناها بقى كده. يعني عايزه اقول لك الريحه طالعه خطيره جدا. الكريم شانتيه بقى اللي احنا عملناه اهو، سيبنا منه ايه حوالي يعني برضو معلقتين 3، وبرضو في الاخر هقول لكم نعمل بيه ايه. وحطيت بقى كله الباقي على الوش كده بتاعت ايه، بتاعت الكيكه، عشان اغطيها بقى. او لو انت برضو عايزه تحطيها في النص قطع الكيكه 2 مش مشكله، بس هي كده حلوه قوي قوي قوي، يعني طريقتها كده جميله جدا. عشان اسمها ايه بقى جاتو شاتو، يعني مش عامله كيكه لوحدها يعني حتتين وحطيتيهم فوق بعض وحطيتي بينهم الكريمه، لا. خلاص انا كده عملت الكريمه كلها كده خلاص سويتها. الكوبايه بقى اللي احنا شلناها بتاعت الخليط حطينا ايه بقى على الوش اهو ووزعناها قدامكم. الكوبايه اللي احنا كنا شايلينها مع بعض، اللي احنا خدنا برضو منها معلقه وحطيناه فين في الكريم شانتيه. خلاص يا حبايبي كده اهو برضو رشيناها على الوش. وزعيها برضو كده بالمعلقه براحتك عشان تغطي اللون الابيض اللي تحت كلها كده. وزعيها، ولو لقيتي انت الصوص ده تقيل معاكي ممكن تخففي في حبه لبن صغيرين، لكن بص هو سمكه جميل ازاي وحلو قوي كده.
خلاص بعد كده بقى هنعمل ايه؟ هنقطعها بقى. شوفي انت بقى ايه عايزه تقطعيها ازاي. انا قطعتها بالصراحه كده 5 طول و2 عرض عشان تديكي قطعه كده جاتوه حلو قوي قوي، اللي ياخد قطعه يبقى شبعان. هنقطعها خلاص كده زي ما انا قلت لكم، يعني طلعوا معايا كده ايه 10 قطعه. شويه بقى الكريم شانتيه اللي احنا كنا شايلينهم جبناه بقى اهو وجملنا بيهم الجاتوه اهو، جملناها بقى كده وحطينا بقى عليه ايه كريسبي. يعني دي كمان ايه تجميل زياده. حطي بقى اللي عندك، انت عايزه تعملي شوكولاته شيبس اللي هي مبشوره، او انت عايزه تحطي اللي هو دوت الكريسبي، عايزه تحطي اي حاجه متاحه عندك. يعني بصي التجميل ده بقى بيرجع لراحتك انت وذوقك انت. وحطيت بقى عليه هو برضو كمان اللي هو الشيبس الصغير دوت، الالوان اللي قدامكم ادت لون جميل ومنظر خطير، ويعني وايه وشهي بقى كده شهي، يعني منظر خطير جدا. خلاص بقى كده هنطلع بقى قطعة كده مع بعض عشان اوريها لكم بعد بقى ما اتجملت كده، وبعد ما اتحطت بقى عليها الحاجات دي كلها. شايفين بصوا بقى القطعة حلوة ازاي وكبيرة ومالية نفسها، لا لازقة تحت ولا عملت ولا حاجة من دي. طالعة القطعة قدامك خطيرة وكبيرة. وبقطعها بصي بقى ازاي يعني بهداوة وما بتتفرفطش والصوص جميل جدا. بس بقى سيبيها شويه في التلاجة عشان تمسك نفسها، عشان تعرفي بقى كمان ايه يعني تاكليها كده ايه بنفس. حاجة خطيرة جدا وهتعجبك ان شاء الله، وبطريقة حلوة قوي قوي قوي. واللي اول مرة وبرضه بمكونات سهلة، واللي اول مرة برضه يشوف القناة يدخل يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. وبالهنا والشفا حبايب قلبي. وتقولوا لي برضه ايه رأيكم في الكومنتات، علشان ايه نبقى واخدين بالنا كده كلنا من الحاجات اللي احنا بنعملها، اذا كنا نكررها تاني ولا لا. فكل حاجة انتوا ايه رأيكم وتقولوا لي ايه رأيكم. يلا حبايب قلبي وبالهنا والشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.